فينيسيوس جونيور واحد من افضل اللاعبين الموجودين حاليا في المباراه الاخيره بتاعت ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الاسباني. شفنا اللقطه الجامده جدا لما كان بيعمل دريبلينج وبيجري بسرعه عاليه، بيعمل سبرنت جامد، وبعدين المدافعين داخلين عليه قام ملبس الولد كوبري وعدى منهم في النص. بعدها مفيش دقيقه لقيناه ماسك عضلات رجله الخلفيه ووقع. كمان شويه جينا لقينا دكتور العلاج الطبيعي بتاع الفريق دخل ربطه ولف العضلات الخلفيه كويس وقال يجربوا ويشوفوا هيلعب عامل ازاي. ما تعديش وقت طويل تاني فينيسيوس يبدا يمسك رجله تاني ويطلع بره. يا ترى ايه اللي حصل؟ مفيش تشخيص لسه اعلن من قبل ريال مدريد بشكل واضح عن اصابه فينيسيوس، بس تشخيصي انا المبدئي ممكن يكون حصل له سبازم عادي او شد عضلي في عضلات الخلفيه بس قوي شويه، او ممكن يكون وصل لدرجه اكبر زي سترين او يحصل يكون تمزق بسيط في العضلات. طب يا ترى ايه اللي ممكن يكون حصل للاعب محترف زي ده بيتمرن بشكل كويس جدا عرضه للاصابه دي؟ اكبر سبب ممكن اقول لك عليه هو الاوفرلود، التحميل الجامد او الاوفرلود اللي احنا شفناه في المباراه نفسها. الراجل كان بيعمل دريبلينج وبيجري كتير وهو ده معروف بيه اصلا. والحاجه الثانيه التحميل الزائد اللي ممكن يكون اتعرض له بري سيزون او قبل الموسم. كلنا عارفين المعد البدني بتاع ريال مدريد بينتوس بيحمل على الفريق جامد جدا جدا في فتره الاعداد البدني اللي بتكون قبل السيزون، اعتقادا منه طبعا ان ده هيخليهم اقل عرضه للاصابه. لكن للاسف الموضوع بتاع الاوفرلود دوت لو زاد عن حده ممكن يتقلب ضده ويعتبر مصدر في حد ذاته الاصابات. وطبعا كلنا عارفين الاثنين لاعيبه اللي في ريال مدريد لسه جاي لهم رباط صليبي من قريب. طبعا نصيحتي ليك حاول ما تعملش اوفرلود جامد على العضلات، ودي فترات ريكفري وراحه كافيه، واهتم جدا بتمرينات البلايومتريكس او تمرينات اللي بتخلي فيه قوه اكسبلوسيف في العضله. ده هيساعد انها تكون مرنه وتعرف تطلع قوه كويس. طبعا التشخيص الدقيق للحاجات اللي زي كده بيكون عن طريق الالترا ساوند او السونار. نبدا نعمل سونار للعضله ونشوف هل في قطع فعلا ولا لا، وده اللي هتثبته التقرير اللي جاي ان شاء الله. وباذن الله اوفيكم بالجديد. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.